مساء الخير يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في حلقتنا النهارده هنتكلم عن افضل نصايح للجولة ال 12، ودي هتكون اهم حلقة لازم تتفرج عليها قبل بداية الجولة. وبعد انتهاء التوقف الدولي اللي خلاص كلنا هنرتاح منه وان شاء الله، يعني تقريبا مفيش توقف دولي تاني لغاية مثلا شهر واحد اللي جاي، وخلاص مع رجوعنا تاني لمتعة الدوري الانجليزي ومتعة لعبة فانتسي الدوري الانجليزي. لازم كلنا نبدأ بقى نجهز لأهم فترة في الموسم، وهي الفترة اللي بيكون فيها ضغط ماتشات، ضغط طبعا بالنسبة لماتشات الدوري الانجليزي، بالنسبة لدوري الأبطال. فهنلاقي أسابيع إن احنا يعني بنبدأ مثلا أسبوع الجمعة أو السبت، والاسبوع اللي بعده بيبدا يوم الثلاث او الاربع من نفس الاسبوع. فلازم نجهز كويس كده مع بعض للفتره اللي جايه، وكل واحد يبدا يحط الاستراتيجيه بتاعته اللي هيمشي عليها. وده هيخلينا محتاجين اننا نتكلم في حلقه زي حلقه النهارده كده عن ايه هي احسن الفرق اللي عندها جدول ماتشات سهل. وكمان بس مش هنقول يعني احسن الفرق بس، لا احنا هنقول مين كمان من الفرق دي اللي نروح نجيبها، سواء يعني لعيبه هجوميه او لعيبه دفاعيه. فتعالى نبدأ بقى كده مع بعض عشان ما اطولش عليكم. واول فريق معانا بقى في الفرق دي هو فريق ارسنال. لو جينا نبص على جدول ماتشات الفريق، لا جدول ماتشات الفريق هيبدأ يتحسن جدا الفترة اللي جاية. هنلاقي ان هم هيلعبوا الماتش اللي جاي نوتنجهام فورست، وبعد كده ويست هام، وبعد كده يونايتد، وبعد كده فولهام. ممكن الماتشات دي ما يطلعوش بيها كلين شيت، لكن انا مش هتكلم بصراحة دلوقتي عن عناصر ارسنال الدفاعية. ممكن نبص على الدفاع من اول، يعني من بعد الجوله 16. هنلاقي بقى من بعد الجوله 16 عندهم مين؟ هنلاقي عندهم ايفرتون وكريستال بالاس وابسويتش وبرنتفورد. ماتشات يعني مفيش اسهل من كده، وممكن مع عوده الاصابات نبدا نرجع نلاقي فريق زي فريق ارسنال بيجيب كلين شيت بكل سهوله. مين بقى اللعيبه اللي انا هنصح بيها بصراحه، يعني انها تكون عندك من دلوقتي او تشتريها من فريق ارسنال؟ هو ساكا. مع عودة اوديجارد بصراحة والفريق راجع يمسك فورمة، فساكا هيبدأ يتحسن. وساكا كمان احنا شفنا بقى له ماتش ولا ماتشين فورمته كويسة، وهو فعلا اللي هيقدر يكسبنا نقط من فريق زي ارسنال الفترة اللي جاية. انما مش هنصح ان انت لو ما عندكش دفاع تروح تشتري دفاع دلوقتي، خليها مثلا على الجولة ال 16. هتبقى الماتشات اسهل من كده بكتير، اسهل من الثلاث ماتشات اللي جايين، وهيكون الفريق برضو راجع يمسك فورمة تاني وهيبدأ يتحسن اكتر من كده. لو جينا بقى نتكلم بعد كده عن تاني فريق، هنلاقي تاني فريق معانا هو استون فيلا. الفيلا هيلعبوا مين الماتشات اللي جايه؟ هنلاقي عندهم اول ماتش طبعا كريستال بالاس، بعدها ماتش رخم او صعب شويه هيبقى تشيلسي، لكن بعدها هنلاقي ان الفريق بدأ ماتشاته تبقى سهله. هيلعبوا برنتفورد، هيلعبوا ساوثهامبتون، هيلعبوا نوتنجهام فورست. وبالنسبه لي بصراحه يعني لو جيت ارشح من لعيبه استون فيلا لعيبه، انا ممكن اقول لك انك في خط الدفاع ممكن تعتمد على لوكا دين. في خط النص ممكن تجيب روجرز طبعا لو مش عندك. وفي خط الهجوم مفيش غير واتكنز. ناس كتير ناسيه واتكنز، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه انا متوقع يعني ان هو يجيب نقط كتير ويظبط كل الناس اللي لسه معاها واتكنز او الناس اللي هتراهن عليه وتروح تشتريه. تالت فريق معانا هو بورنموث، طبعا اللي عندهم جدول برضو ماتشات كويس الفتره اللي جايه. هنلاقي ان عندهم الماتش اللي جاي برايتون، هنلاقي عندهم بعدها وولف، هيلاقي بعدهم ان هم عندهم توتنهام، بعدها بقى ابسويتش وفي ويست هام. فماتشات برضو يعتبر مش صعبة. وهنا انا من بورنموث اصلا مش هرشح حد يعني في الدفاع. انا هرشح اكتر اتنين لعيبة في الفريق بصراحة، يعني ماسكين فورمة الفترة اللي فاتت ومتوقع ليهم ان هم يفضلوا مكملين على الاداء ده. وهنا بتكلم عن لعيب خط النص سيمينيو طبعا. وبالنسبة للهجوم هيبقى عندنا ايفانيلسون، لو انت طبعا يعني عندك مكان ليه في وجود طبعا زحمة المهاجمين الكتيرة اللي احنا برضه هنوضح بعض اللعيبة النهاردة يعني في الهجوم اللي ممكن نشتريها هيكونوا زي مين. فانت عندك فرقة زي فرقة بورنموث، طبعا زي ما قلت لكم هو هيبقى سيمينيو وفينيلسون. ولو جينا بقى نشوف الفريق اللي بعد كده هنلاقي هو فريق برنتفورد. عندهم بصراحة ماتشين مفيش احلى من كده، يعني الماتشين اللي جايين هيلعبوا ايفرتون وهيلعبوا ليستر سيتي. يعني بصراحة مفيش احلى من كده ماتشين الجولتين اللي جايين. فالناس اللي عندها مبومو او الناس اللي عندها ويسا، لا تحتفظ بيه على الاقل الجولتين اللي جايين. جدول ماتشات برنتفورد هيبدأ يبقى صعب بعدها، لكن بالنسبة لي برنتفورد فريق هجومي يقدر ويسا او مبومو يسجل في اي فريق حتى لو كان من فرق التوب 6. ده بالنسبة لبرنتفورد سريعا كده يعني. بعد كده بقى هنيجي نتكلم عن فريق زي فريق برايتون. بصراحة جدول ماتشات برايتون الفترة اللي جاية هيبقى مفيش أحلى من كده إنك تتارجت منها لعيبة سواء في الدفاع أو في الهجوم. مش هرشح قوي خط النص لأن ميتوما السنة دي مش أحسن حاجة، مش زي السنة اللي فاتت. أي نعم اللاعب بيعمل فرص كتير،
بيلعب حلو في الماتشات، دايما تحس ان هو برضو ممكن يعمل حاجة، لكن فانتازيا السنة دي ما ظبطش بصراحة الناس اللي اشترته او الناس اللي راهنت عليه لغاية دلوقتي. فانا بالنسبة لفريق زي برايتون اقول لك ان انت لازم 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 يكون عندك مهاجم، من واحد من الاثنين طبعا ما فيش غيرهم، جواو بيدرو او ويلبك. بس انا بصراحة هكون رايح مع ويلبك اكتر، لان اي نعم جواو بيدرو معاه ضربات الجزاء، لكن ويلبك بيلعب ضربات ثابته دايما. فريق برايتون بياخد ضربات ثابته من على حدود المنطقه كتير، ويلبك بيعرف يحولها لاهداف. دايما بيشارك بصوره اساسيه، ما بيتصابش كتير زي جواو بيدرو. لكن طبعا الناس اللي هتروح مع جواو بيدرو ده برضو يعني ما فيش منه اي مشكله، ممكن تلاقي الفتره اللي جايه جواو بيدرو هو اللي بيسجل وهو اللي بيجيب نقط، وويلبك يريح شويه. لكن زي ما قلت لكم انا بنصح او انا رايح اكتر لويلبك، علشان زي ما قلت لكم اللي مخوفني بس من موضوع جواو بيدرو مفيش اي حاجه غير انه بيتصاب كتير. لو جينا بقى نبص على فريق بعد كده، وهو فريق الزتونه بصراحه، يعني الفريق اللي كلنا لازم نجيب منه لعيبه الفتره اللي جايه، اهم فريق كمان عايز اقول لكم مثلا للجوله 25 او 26، لو عايز تقول اكتر من كده كمان قول، هو فريق تشيلسي. يعني عندهم الماتشات هتبدا تتحسن قوي قوي قوي، وكمان فورمه تشيلسي السنه دي حلوه بصراحه. لو جينا نتكلم عن الفرق اللي هيلعبوها الماتشات اللي جايه، هتلاقي ان هم هيلعبوا اول الماتش اللي جاي ليستر سيتي، وده ماتش بصراحه اوبشن كابتنه البالمر. يعني متوقع ان تشيلسي يكسب الماتش ده مثلا 3-4 على الاقل المفروض يعني. فبالمر اوبشن لازم 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 يكون معانا في فرقنا من اول الجوله الجايه. يعني ممكن نقدر نستغنى عن ساكا بالذات مثلا ايه اول جولتين ثلاثه جايين، لكن بالمر لازم يبقى معانا الفتره اللي جايه من غير اي نقاش، زيه زي صلاح كده مثلا، من اللعيبه اللي خلاص هتبقى تمبلت في فرقنا كلنا. لو جينا نبص على تشيلسي هنلاقي ان زي ما بقول لكم بعد ليستر هيلعبوا استون فيلا، هيلعبوا ساوثهامبتون، هيلعبوا توتنهام، هيلعبوا برنتفورد، في ايفرتون، في فولهام. بصراحه ماتشات يعني مفيش احلى من كده. هيلعبوا بعدها ابسويتش، بعدها هيلعبوا كريستال بالاس، بعدها هيلعبوا بورنموث، بعدها هيلعبوا وولف. فماتشات مفيش احلى من كده بصراحه. وان شاء الله معظم الفرق بتاعتنا هتلاقي ان هي في كل تشكيله على الاقل 2 لعيبه من تشيلسي، سواء حد في الدفاع، وانا برشح هنا بصراحه الحارس سانشيز. مع الاوبشنات الهجوميه زي ما احنا اتكلمنا، قلنا بالمر لازم يبقى معانا في كل فرقنا. كمان بدأ بيدرو نيتو بصراحة يبدأ يلعلع كده ويقول، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنلاقيه بيشارك أساسي دايما. واللعيب ده أنا متوقع له إن هو في الفترة اللي جاية هو هيبقى هو وبالمر وجاكسون. طبعا الناس اللي معاها جاكسون أو الناس اللي عايزة تجيب جاكسون مفيش مشكلة، لكن أنا اتكلمت عن نيتو وبالمر أكتر بصراحة، لأن هم دول ممكن نعتمد عليهم في خط النص. إنما المهاجمين زي ما قلنا عندنا مهاجمين كتير نقدر نختار فيهم براحتنا بمزاج كده. فده بالنسبه يعني ده كان بالنسبه للفريق زي فريق تشيلسي. الفرقه اللي بعد كده طبعا بقى معانا هتكون هي فرقه ليفربول، واللي برضو جدول ماتشاتها هيبدا يتحسن الفتره اللي جايه. هنلاقي ان هم عندهم ساوثهامبتون، اي نعم بعد كده ماتشين صعبين اللي هو مانشستر سيتي وبعدها نيوكاسل، بس احنا عارفين ليفربول في الماتشات الكبيره دي يمكن نكون متوقعين ان هو هيسجل اهداف اكتر من فرقه، من انه بيلعب ماتش يعني فرق قليله او فرق ضعيفه. بعد كده هتلاقي برضو ماتشاته استمرت بشكل كويس. هيقابل ايفرتون، هيقابل فولهام، هيقابل توتنهام، هيقابل ليستر. بصراحة الفرق دي كلها مش فرق كويسة قوي دفاعيا، فده هيخلي ان صلاح يفضل معانا دايما اوبشن كابتنه لفترة طويلة جاية. زي ما قلت لكم طبعا صلاح من غير كلام اصلا، مش مستنيين ان انا اقول لكم لازم يكون في فرقنا. اللعيب اللي بعد كده بصراحة اللي انا شايفه ممكن نعتمد عليه من ليفربول هو حد من الدفاع، انما مش هتكلم عن لعيبه خط النص اللي هو لويس دياز او جاكبو او ايا كان بقى مين، لان بصراحه مفيش حد تحس ان هو يعتمد عليه. وفي فرق وفي لعيبه في نص الملعب كتير عندها استمراريه في الاداء وفي حصد النقاط يعني بشكل احسن من لعيبه ليفربول، طبعا ده باستثناء صلاح. لو جينا بقى نبص على مين نقدر نجيبه تاني من ليفربول ونعتمد عليه، هيكون حد من الدفاع زي كيلر مثلا لغايه طول ما اليسون مصاب. وتاني حد بعديه هيكون هو كوناتي، لا هقول لك ارنولد ولا روبرتسون ولا فان دايك. كوناتي اقل منهم في السعر بصراحه، يعني برضو بيعمل اللي عليه، بيطلع بالكلين شيت، بيديك الست نقط زي الفل. اوقات بتلاقيه متمركز كويس في الركنيات، فممكن يخطف جون اسيست حاجه من الحاجات دي. فنقدر نعتمد على اللعيبه دي من ليفربول، وبصراحه ما رشحش حد تاني يعني منهم.
لو جينا نبص على الفريق اللي بعد كده وهو مانشستر سيتي، طبعا هالاند في معظم فرقنا كلنا، سواء خدت قرار ان انت تبيعه او لا دي حاجه ترجع لك، حاجه ترجع برضو للرانك بتاعك، ان انت لو عالي في الترتيب ومش عايز برضو تجازف بانك تبيعه، ممكن تعتمد عليه، وان انت حتى مش هقولك ان انت تخليه كاوبشن كابتنه ليك الفتره اللي جايه، لا ممكن تخليه في فريقك عادي، ان انت بس ايه حافظ مركزك بيه مش اكتر ولا اقل، لغايه لما يبدا يرجع فورمه تانية. اي نعم دي بروين رجع وكل حاجه، بس عايزين نشوف الفريق بيفوق، عايزين نشوف الفريق بيسجل اهداف كتير، يرجع زي زمان يدخل 3 4 تجوان في الماتش. انما السيتي اخر فتره يا بيخسر يا بيكسب مثلا 1-0 2-1 بالعافيه، حاجات اللي هي كده ايه فلتات، فبصراحه ما يشجعش اننا نجيب منه لعيبه كتير، وخصوصا جدول ماتشاتهم الفتره اللي جايه مش اسهل حاجه. فهو بالنسبه لنا عندنا هالاند طبعا في الهجوم، بيع بقى فودن، بيع كل الناس اللي انت كنت بتاخد ريسكات عليها دي، وفي الاخر ايه ودتنا في داهيه. بالنسبه بقى للعيبه اللي ممكن نعتمد عليها في الدفاع، هو مفيش غير لاعب واحد بس يا شباب، وقلت عليه من زمان، هو جفارديول، قلت عليه من 4 5 جولات، وبصراحه اللعيب من ساعتها حتى لما السيتي بيخسر كلكم شايفين كان بيجيب جون، بيعمل اسيست، بيطلع ببونص. فجفارديول قلنا ان هو ومفيش غيره من دفاع السيتي بصراحه. الناس اللي كانت بترشح ريكو لويس احنا ما كناش معاها، وكنا من اول الناس اللي قالت لا الاعتماد على جفارديول حتى لو بفرق السعر الاعلى ده، لا جفارديول هيفيدك احسن. فده بالنسبه لمانشستر سيتي. لو جينا بقى بعد كده نبص على الفريق اللي احنا ممكن نتكلم عليه تاني، هنلاقي ان هو فريق زي فريق مانشستر يونايتد. بصراحة الفريق بدأ يتحسن، بدأنا بعد ما كنا ناسيين مانشستر يونايتد ولاعيبة مانشستر يونايتد، لا مع إقالة تنهاج وطبعا بعد قدوم إيموريم هتلاقي ان الوضع اختلف، هتلاقي ان احنا بدأنا نبص على اللعيبة بتاعت مانشستر يونايتد وناخد بالنا منهم كويس. هيلعبوا الماتش اللي جاي ابسويتش، هيلعبوا بعدها ايفرتون، عندهم ماتش صعب بعدها مع ارسنال طبعا، بعدها نلاقيهم ان هم هيدخلوا على ماتشين برضو مش الطف حاجة، اللي هم نوتنجهام فورست وبعدها ماتش صعب اللي هو السيتي. بس يعني تقدر تبص عليهم من بعد الجولة مثلا 17 لو انت بتبص على اللونج تيرم، لكن لو عايز تخطف حد منهم للماتشين اللي جايين، عندهم ماتشين مفيش احلى من كده الحقيقة. عندهم ابسويتش وايفرتون زي ما قلت لكم، هيكون برضو برونو متوقع عليه ان هو يجيب نقط كويسة قوي 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 الجولتين دول، فلو عايز تخطفه كده تستفيد بيه الجولتين دول ما عنديش فيها اي مشكلة. لو جينا نبص على اللعيبة التانية اللي ممكن نبص عليها يعني من فريق زي اليونايتد، هنلاقي طبعا ان ممكن نتكلم عن حد زي اونانا في الحراسة، بما انه احسن حارس او من اكتر الحراس اللي جايبين نقط السنة دي في الفانسي ب5 كلين شيت تقريبا. هنقول ان هو اوبشن كويس وكل حاجة، لكن انا هنا مع اننا نجيب حد زي سانشيز مثلا في حراسة المرمى احسن ما اننا نجيب حد زي اونانا. ليه؟ تشيلسي ما فيهاش لاعب دفاعي كويس قوي نقدر نجيبه، فبناخد الكفر منهم في سانشيز، هو ده اللي مضمون، هو ده اللي ممكن بيطلع باعلى نقط من المدافعين. لكن عكس مانشستر يونايتد اونانا معدي وكل حاجة والراجل مستواه كويس قوي قوي الموسم ده، لكن في لعيب تاني عندنا زي مزراوي ممكن نستفيد بيه في خط الدفاع ويبقى كفر لينا من مانشستر يونايتد في الماتشات اللي احنا عايزين نلعبه فيها. ده كان سريعا يعني بالنسبه للفريق زي فريق مانشستر يونايتد. الفريق اللي بعد كده معانا هيكون هو فريق نيوكاسل، برضو ماتشاته هتبدا تبقى اسهل. الناس اللي كانت باعت ايزاك اول لما جابته الموسم يعني في بدايه الموسم، ولقيته برضو عنده يعني بصراحه كان عنده مشاكل هجوميه، ما كانش فورمه، اتصاب في التوقف الدولي، ففي ناس كتير بدات بقى بعدها مع سوء نتائج نيوكاسل تبيع كل اللعيبه اللي احنا كنا جايبينها من نيوكاسل. لكن الجدول الماتشات بتاعتهم برضو الفترة اللي جاية هيبدأ يخلينا نفكر فيهم، نفكر كمان في لعبتهم سواء في الهجوم او في الدفاع. هنلاقيهم هيلعبوا الماتش اللي جاي مثلا ويست هام وكريستال بالاس، عندهم بعدها ماتش مع ليفربول ماتش صعب ورخم، لكن هيرجعوا من بعدها للماتشات السهلة. هيقابلوا برنتفورد اللي هو فريق اي نعم احنا عارفين ان هو قوي هجوميا، لكن دفاعيا مش احسن حاجة يعني، واي فرقة بتسجل عادي في برنتفورد بكل سهولة. فده ماتش كويس برضو بالنسبة لنيوكاسل يعني لما يجوا يلعبوا برنتفورد، بعدها هيلعبوا ليستر سيتي، بعدها هيلعبوا ابسويتش، بعدها هيلعبوا استون فيلا. فماتشات كلها يعتبر في المتناول، ونقدر اننا نتارجت لعيبة منهم زي بقى مين لما هنيجي نتكلم عليهم دلوقتي. هنلاقي ان احنا في الدفاع نقدر نتكلم عن واحد زي هال.
طبعا مدافع رخيص هيقدر يظبط لنا البادجت بتاعتنا، هيقدر يخلينا نعمل روتيشن كويس مع مدافعين تانيين من اللي احنا اتكلمنا عليهم، فهيفيدنا جدا الفترة اللي جاية لو اعتمدنا على مثلا واحد زي لويس هال في الدفاع. بالنسبة بقى للهجوم، الناس كلها طبعا بدأت ترجع تحط إيزاك في دماغها بعد ما بدأ يتألق الفترة اللي فاتت ويسجل ويرجع تاني للفورمة بتاعته. فإيزاك اوبشن كويس قوي قوي ان انت تشتريه الفترة اللي جاية، وخصوصا لو انت هتبيع حد زي هالاند وهتوزع البادجت على مثلا 3 مهاجمين يكونوا كويسين. فده بالنسبة لكلامنا كان عن نيوكاسل. الفرق اللي بعد كده بقى معانا هي فرقة طبعا وولف. من احسن الفرق اللي عندها جدول ماتشات الفترة اللي جاية، وهيبدأ يتحسن جدا وهيبدأ يبقى احسن بكتير اكتر ما هو كمان كان كويس. يعني احنا بقالنا 5 أو 4 جولات بنقول يا جدعان وولف عندها جدول ماتشات مفيش احلى من كده، والحمد لله الناس اللي سمعت كلامنا وجابت ايت نوري او كونيا او لارسون استفادوا الفترة اللي فاتت بالنقط اللي اللعيبة دي جابتها. فلو جينا نبص على جدول ماتشاتهم الماتشات اللي جايه، هنلاقي ان هم هيلعبوا الماتش اللي جاي فولهام، ماتش برضو يعني مش اسهل حاجه ولا اصعب حاجه، بس ماتش كويس بالنسبه لوولف. بعدها هيلعبوا بورنموث، بعدها هيلعبوا ايفرتون، بعدها هيلعبوا ويست هام، بعدها هيلعبوا ابسويتش، بعدها هيلعبوا ليستر، بعدها هيلعبوا مانشستر يونايتد. فدي كلها ماتشات كويسه وسهله اننا نبدا نتارجت منها لعيبه، زي مثلا زي ما قلنا كده في الهجوم ممكن نعتمد على مين؟ ممكن نعتمد على كونيا ولارسون. بصراحة انا ميال اكتر لكونيا، يعني هو لارسون الاتنين يعتبروا قريبين في المساهمات من بعض وكل حاجة، بس كونيا انا شايفه افضل. وهي برضو هتبقى عاملة زي حتة ايه، ويلبك ولا جواو بيدرو؟ انت واختيارك. انت ممكن تروح مع ويلبك تلاقي جواو بيدرو اللي بيتألق، ممكن تروح مع جواو بيدرو تلاقي ويلبك اللي بيتألق. نفس الحكاية هنا، انت ممكن تروح مع كونيا تلاقي كونيا تألق الماتش ده واللي بعده، انما لارسون ما بيشاركش قوي في الاهداف، وبعدها تلاقيه هو اللي اشتغل وكونيا هو اللي ركن شويه. فاهم حاجه في الموضوع ده انك تثبت بس على اختيارك يا شباب، اهم حاجه ان انت ما تستعجلش. مثلا كونيا يعمل الجوله دي ولارسون ما يعملش، فانا اروح ابيع لارسون عشان اجيب كونيا. طب ما هو كونيا خلاص عمل الجوله اللي فاتت، الجوله اللي جايه دي ممكن لارسون هو اللي يعمل. فالحته دي مهمه وكنت عايز انبه عليها كده في اخر الفيديو مع بعض، معلش عشان هو موضوع مهم. لما تجيب لعيب وتبقى مقتنع بيه باسباب معينه انت جبته عشانها، لا خليه يكمل معاك في الفريق واصبر عليه جولتين 3 4 على الاقل عشان تقدر تحكم عليه. امسك بقى بعد ال4 جولات الاتنين اللعيبه اللي انت كنت بتفاضل بينهم، وشوف ده جاب المجموع كام نقطه في ال4 جولات مثلا، وشوف ده جاب كام نقطه في ال4 جولات، وساعتها ابدا قيم. اللعيب التاني اللي انت ما جبتوش هو اللي ماسك فورمه وهو اللي مكمل، وده بيبان برضو، واحنا طبعا بنتكلم مع بعض في كل الكلام ده. ساعتها ممكن نبيع اللاعب اللي احنا جبناه بشكل خاطئ او بعدم توفيق، ونبدا نجيب اللاعب التاني. اتفهم جدا الموضوع ده، ويا ريت تاخدوا بالكم من النقطه دي يا شباب. بس كده، ودي كانت كل الفرق اللي احنا كنا حابين نتكلم عنها، باللعيبه كمان اللي احنا شايفين انك لازم تشتري من الفرق دي اللعيبه اللي احنا قلنا عليها. ما تروحش اللعيبه ثانيه كتير. في حاجات لازم ناخد فيها ريسك وكل حاجه، لكن في لعيبه هي اللي بتبقى يعني الفرقه بتاعتها معتمد عليها بشكل كبير، غير ان فورمتها عاليه. فده اللي انت لازم برضو يعني ايه، ما تروحش تبعد عنه قوي. احنا اتكلمنا مع بعض النهارده في ملخص كده سريع للجوله، ان شاء الله يفيد ناس كتير منكم، الناس اللي عايزه تعمل وايلد كارد وبرضه هينزل حلقه الوايلد كارد، الناس اللي ما عندهاش وايلد كارد وبرضه هتعمل تغييرات كده وحابه ان هي تبدا تحط استراتيجيه للفتره اللي جايه تستفيد بيها وتعليها في الترتيب. فالحلقه بتاعت النهارده كان فيها نصايح كتير مهمه هتساعدكم وهتفيدكم في الموضوع ده. ونيجي بقى لاخر حاجه معانا في الحلقه النهارده، وهي اختيارات الكابتنه. اختيارات الكابتنه هنلاقي عندنا الاسبوع ده في 2 أو 3 كباتن واضحين يعني وباينين لنا كلنا. طبعا اول كابتن هيكون هو محمد صلاح، تاني كابتن طبعا هيكون بالمر، تالت كابتن ممكن نتكلم عن لاعب طبعا برونو فرنانديز اللي هيلعبوا ابسويتش تاون. دول احسن 3 كباتن ممكن نعتمد عليهم الجولة دي من وجهة نظري، بس دول في الكباتن المضمونة. لكن لو جينا بقى نتكلم عن الكباتن الريسك، هنلاقي ان اول لاعب معانا المهاجم ايزاك. هيقابلوا طبعا ويست هام. الماتش ده متوقع ان هم يسجلوا يعني اهداف برضو في دفاع ويست هام الضعيف. ايزاك ممكن يكون ليه نصيب حلو فيها، فاوبشن ديفرنشال كده في الكابتنه حلو، ممكن يعني ينفعك الجوله اللي جايه. بعد كده
تاني لاعب ممكن نفكر فيه في اوبشنات الكابتنه بس الديفرنشال هو اللاعب مبويمو او ويسا. اي لاعب من الاثنين دول. عندهم ايفرتون الماتش اللي جاي ماتش سهل. دفاع ايفرتون ممكن مش احسن حاجه. ممكن حد بقى زي ويلبك كمان يبقى في الاوبشنات الريسك. ممكن حد زي ايفانيلسون مهاجم قناص بصراحه وبقاله فتره يعني فورمه عاليه قوي. متوقع ان هو برضو يسجل اهداف. عندهم برايتون الماتش اللي جاي وكل حاجه، وبرايتون مش وحش قوي دفاعيا، لكن ايفانيلسون احنا شفنا بقاله فتره عمال يسجل في كل الفرق اللي بيقابلها. اللعيب فورمه. بورنموث فريق هجومي احنا عارفين كده. برايتون كمان فريق هجومي، فهيبقى في مساحات في الماتش ده. والماتش ده زي ما قلت لكم يعني متوقع ان هو برضو يكون ماتش كويس قوي قوي قوي، نشوف فيه اهداف كتير. اللعيبه دي تفيدنا بشكل كويس. فهيبقوا اوبشنات كابتنه كويسه ريسك يعني بصراحه للناس اللي حابه تروح للاوبشنات الريسك في الكابتنه. بس كده تكون خلصت حلقتنا. اتمنى ان هي كانت تكون حلقه خفيفه ومفيده كده بالنسبه لكم. وفي الاخر ما تنسناش باللايك وكومنت والاشتراك في القناه، وتكتب لنا برضو كومنت تحت حلو كده زيك، تكتب لنا مين هو اكتر لعيب انت متوقع يكون هو نجم الجوله دي باذن الله. وهشوفكم بقى الحلقه اللي جايه على خير.